ازيكم يا كل متابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم كتاب هيغيرك. هل فكرت في يوم ان انت تأثر في كل الناس اللي حواليك؟ هل فكرت في يوم ان انت تبقى فعال ومؤثر في المجتمع؟ هو ده اللي هنعرفه في كتابنا النهاردة، هو كتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية. لما درس ستيفن كوفي العادات اللي خلت بعض الأشخاص ناجحين جدا على مدار التاريخ، قرر ان في 7 عادات ممكن تأثر في حياتك، ممكن تأثر ان انت ازاي تبقى فعال في المجتمع. هو ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. العادة الأولى: كن مبادرا. متخليش الظروف هي اللي تحدد أهدافك، غير أنت الظروف عشان تحقق أهدافك. أحمد ومحمد كان عندهم امتحان بكرة وكان المفروض يذاكروا مذاكرة كويسة، لكن المشكلة إن النور قطع. أحمد فكر إن هو مش هيعرف يذاكر ونام من غير ما يذاكر، لكن محمد ولع شمعة وذاكر عليها، وعشان كده محمد نجح وأحمد معرفش ينجح. العادة التانية: خلي النهاية دايما في ذهنك. تخيل إن أنت بتحضر عزا، والعزا ده كان فيه ناس كتير جدا. تخيل ان انت لقيت العزا ده بتاعك انت. عايز الناس تقول عليك ايه في وقت وفاتك؟ عايز الناس تقول ان هو محبط، ما كانش بيشتغل، ما حققش اي اهداف؟ لازم تحدد هدف توصل ليه في الاخر، ولازم تعرف ان هو ده النهاية اللي انت عايز توصل لها. خلي الهدف اللي احنا قلنا عليه ده دايما قدام عينك، ولازم تعرف رسالتك وان انت عايز توصل لايه وخطط ليه. الهدف التالت: ضع اول شيء اولا. لازم تعرف اولوياتك، ولازم تعرف ايه اللي انت تعمله الاول وايه اللي تعمله بعد كده. في حاجات مهمة واضطرارية، وفي حاجات مهمة ومش اضطرارية، لازم تعرف انت في انه ناحية من دول. العادة الرابعة: حاول تطبق مبدأ الوين وين ثيوري او الكل فائز. تخيل ان انت صاحب شركة وعندك عدد كبير من الموظفين. عشان يطلع المنتج كويس ويحقق نجاح، لازم ان انت تكسب كويس، ولازم الموظفين كمان يكسبوا، بحيث ان انت تحقق وين وين ثيوري، او ان انتوا كلكم تكسبوا، وده هيحقق نجاح للافراد كلها. العادة الخامسة: 1+1=11. تخيل ان انت شفت شجرة مليانة تفاح وكنت عايز من التفاح ده، لكن لو رحت لوحدك مش هتعرف تاخد التفاح من اعلى الشجرة. لكن لو اتعاونت مع واحد تاني وشبكت ايدك وطلعته، اكيد انتوا الاتنين هتاخدوا التفاح، وتفاح بكترة كمان. وهو ده اللي بنقوله، ان انت لو اتعاونت مع الناس التانية هتقدر تحقق مميزات وفوائد اكتر من ان انت تعملها مع واحد بس. العادة السادسة: افهم الناس قبل ما تحب الناس تفهمك. احمد عنده طفل، المدرسة اشتكت منه، فكان عنده حل من حاجتين: اما ان هو يلوم الطفل على المشكلة دي، او ان هو يسمعه ويعرف ليه سبب المشكلة دي، وساعتها ممكن يغير رأيه في مشكلة الطفل. العادة السابعة: سن أسنان المنشار. القصة الإنجليزية بتقول إن كان في 2 بينشروا الشجرة، واحد نشر الشجرة بسرعة جدا، وواحد معرفش ينشر الشجرة أساسا. فلما الأولاني سأل التاني: أنت ليه معرفتش تنشر الشجر؟ قال له: أصل نشر الشجر محتاج إن أنا أسن المنشار، وسن المنشار بيحتاج ربع ساعة كاملة. ممكن الراجل ده ينشر الشجرة بسرعة جدا، لكن وفر على نفس الربع ساعة اللي كان ممكن يسن فيها أسنان المنشار. عايزين نقول إن أنت تقدر كمان تسن أسنان المنشار بإن أنت تنمي نفسك وتطورها، بإن أنت تدرس حاجات جديدة، أو إن أنت تثقف نفسك أو تدرس كورسات جديدة. كل ده هينميك ويطورك ويخليك تسن أسنان المنشار للشغل الجديد اللي أنت هتعمله. أنا استفدت جدا من الكتاب ده وغير من حياتي، وأنت كمان اكتب لي في كومنت إيه اللي أنت استفدته وإيه اللي غير من حياتك. وسلام.